في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على حقيقة الصراع بين السلطانة نوربانو والجارية صفية خاتون. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وكومنت وشير. نوربانو سلطان هي زوجة السلطان سليم الثاني ووالدة السلطان مراد الثالث. هي بالأصل ابنة عائلة نبيلة من بلاد البندقية البافو، قبل أن تخطف عبر القراصنة وتباع كجارية لقصر الباب العالي. تزوجت من السلطان سليم الثاني وأنجبت له ابنه مراد الثالث، وأعلنت إسلامها بعد ذلك، وأصبحت السلطانة الأم في عهد ابنها مراد، وهكذا أخذت لقب دولتلو عصمتلو عفيفة نوربانو. عندما توفى زوجها السلطان سليم الثاني ما ضيعتش الجارية اليهودية وقت طويل في ادعاء الحزن على زوجها، لأن كانت مشغولة بما هو أهم، وهو مذبحة عاجلة لأبناء سليم الخمسة بواسطة حراس القصر وبمعاونة محمد باشا الصقلي. ومن ثم قامت باستدعاء ابنها مراد الثالث ليتجه إلى اسطنبول ليخطو على جثامين إخوته ويجلس على العرش دون أن ينازعه أحد على السلطة. كان معروف عن ابنها مراد الثالث حبه وعشقه للنساء، فأحب الجارية صفية خاتون وأراد أن يتزوجها، لأنه كان دايما بيشوف فيها الصفات اللي كانت موجودة في والدته السلطانة نوربانو. وبتبدأ الصراعات تبدأ بين السلطانة نوربانو والسلطانة صفية على مين فيهم هي اللي هتتولى إدارة شؤون الحرملك، ومين فيهم اللي هيكون ليها السلطة الأكبر داخل القصر العثماني. لكن السلطانة صفية بتنجح في تسجيل اسمها في التاريخ بوصفها واحدة من أكثر النساء نفوذا وسلطة ودموية في تاريخ الدولة العثمانية. أرسلت الموت إلى كل من فكر أن ينتزع مكانتها. قتلت السلطانة نوربانو والدة السلطان مراد الثالث، وحرضت على قتل الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي، واللي كان بمثابة الساعد الأيمن للسلطانة نوربانو. وكمان أشرفت على عملية قتل جميع أبناء زوجها السلطان مراد الثالث الذكور، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لحماية عرش ابنها محمد الثالث. أمرت بوضعهم كلهم في نعوش للدفن مع أبيهم السلطان في 19 يناير 1595 ميلاديا، وأجلست ابنها على العرش بعد قتلها للأمراء. وبالطبع تم منحها لقب السلطانة الأم مع نفوذ متضاعفة وسلطة أكبر، حتى أصبحت هي الآمرة الناهية في كل ما يتعلق بشؤون الدولة العثمانية. ولكي تضمن القضاء على أي منافسة مستقبلية من قبل الأمراء الذكور في القصر، ابتدعت بدعا جديدة من حبل أفكارها الشرير. ألغت القوانين القديمة اللي بتقوم بتعيين الأمراء على الولايات المختلفة علشان يتم تدريبهم على شؤون الدولة السياسية والحربية، واستبدلتها بقانون جديد اتعرف باسم أقفاص الأمراء، اللي أورثهم ألوان عديدة من الجنون والاضطرابات النفسية. بتعتبر السلطانة صفية من أسوأ سلطانات الدولة العثمانية، حيث تركت أثرا سلبيا على الدولة العثمانية، وتسببت أيضا في مجزرة الأمراء الشهيرة، وهي أكثر المواضيع وحشية في تاريخ الدولة العثمانية. وعن حقيقة مقتل أو قتل السلطانة صفية لحماتها السلطانة نوربانو، فقد اختلفت المؤرخات والكتب التاريخية في هذا الأمر. منهم من قال إن السلطانة نوربانو كانت قد تقدمت في السن وجاوزت 66، وهو عمر متقدم حسب الإمكانيات الطبية للقرن السادس. وهناك من قال أنها ماتت مسمومة. وهناك من قال إنه تم رؤية جارية من جواري السلطانة صفية تخرج من مخدع السلطانة نوربانو، ومعالم الارتباك والخوف تعلو وجهها في الليلة التي ماتت فيها نوربانو. وده اللي أثار إنه من الجدير إن ممكن تكون السلطانة صفية هي اللي أرسلت جارية من جواريها لكي تقوم بقتل السلطانة نوربانو. وكمان من الجدير بالقول عشان نكون منسيناش أي نقطة في الموضوع ده، إن كان في رأي آخر تم ذكره في بعض الكتب بيقول إن السلطانة نوربانو تم قتلها على يد عميل من جمهورية جنوة أرسلته بلاده للتخلص منها، لأنها كانت بتمنح الامتيازات التجارية لصالح جمهورية البندقية على حساب مدينة جنوة. وده اللي بيأكد صحة بعض الأقاويل اللي بتقول إن السلطانة نوربانو ليست يهودية الأصل، ولكنها من عائلة نبيلة من عائلات جمهورية البندقية.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات اللي جاية. معايا انا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.